اسمع معايا كده تفاصيل مهمة في قضية إمام عاشور مع الأهلي، وليه هو حاسس بالظلم وإيه طلباته بالظبط اللي هيقولها لنا صالح جمعة. ايه تقييمك ليه؟ انا كنت موجود مع امام امبارح واتكلمنا في الموضوع. والله فين؟ يعني كهرباء إبراهيم فايق عايز يسوح صالح ويسوح إمام في القصة دي قلت له يا كابتن عشان تنزل عقوبات على إمام عاشور من النادي الأهلي. قلت ايه؟ اهي عشوه طيبه، عشوه طيبه. ما تنام، خليك معانا بقى. لكن بمنتهى الامانه احنا مستخسرين ان ممكن امام يخش في مرحله تبقى صعبه الفتره اللي جايه، خصوصا المنتخب عنده كاس عالم. برافو عليك. تاني حاجه هو من اللعيبه المهمه واحنا بنتكلم معاه وقررت هو الكلام ده مهم بصراحة، يعني إمام لازم يحط في الاعتبار إن في كأس عالم قريب. ممكن يكون بياخدها. احنا خدناها قبل كده بشكل عكسي، اثرت علينا بشكل كبير جدا. برافو عليك يا بالنسبه لنا احنا عايزينه يبقى موجود. مهم للنادي الاهلي والمنتخب. انت عانيت هو من ليه بعض الطموحات. انت عانيت من نفس القرارات شبه كده. مظبوط. يعني انت عانيت عشان كده انت لما تيجي الوضع تنقل له مختلف دلوقتي. لما تنقل له التجربه هو هيبقى مستوعب، لان انتوا بس أنا الاثنين ممكن يبقى وضعي يعني انت مختلف. موهوب قوي. بصراحة صالح قراراته كلها كانت غلط، يعني هو لعيب كورة ما حصلش، بس يعني خلينا في المهم. وهو موهوب، انتوا الاثنين على نفس الحته بتاعت الموهبه. بس هو ممكن يا كابتن، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هو عنده بعض الطموحات الشخصيه اللي بيتكلم فيها مش قدام يلا يا عم الاعلام. ابراهيم هات لنا ممكن المهم. ناس كتير هتبقى عارفاها في النادي، ولكن هو راجل بيطمح لحاجه معينه في النادي عايزها تحصل معاه. هو شايف ان زياده ماديه. ايه هي بقى الطموحات بتاعت امام؟ هو مظلوم. شايف ان هو انا افضل لعيب في مصر. انا بعيد كل البعد عن الناس اللي حواليا ماديا. اول حاجة ركز، عايز زيادة مادية. يعني زيزو جه واخد اكتر منه، فالراجل باصص له لان هو احسن لاعب في مصر دلوقتي وهو اعلى من زيزو حرفيا. واسباب كتيره تانية يعني حتى بره الجانب المادي. هو شايف ان هو بيفضل ان المعامله تبقى معاه احسن ده من كده الكلام شوية. اللي بيقوله امام عاشور. ولكن الراجل هو محتاج ان هو الناس تجيبه وتقعد معاه، وهو شايف ان هو في مكانه بعيد عن زمايله، وان هو بيقدم. ده معناه ان النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي ما بتعاملش امام كويس، وممكن يكون المدرب ما بيعاملوش كويس. مردود كويس جدا من اهم اللعيبه اللي موجوده. فده اعتقد حق مشروع. وفي نفس الوقت هو الراجل عنده عروض بمبالغ كويسه. يعني امام عايز زيادة في المرتب، يا اما يطلع يشق طريقه في الاحتراف. وفي الاول والاخر احنا عايزينه يبقى موجود، والنادي الاهلي عايز. ادي قصة امام عاشور. لو عندك رأي تاني في القصة دي ناقشني وقول لي كده، بعيد عن اهلي وزمالك وبعيد عن الليلة دي كلها، لان امام لاعب مهم جدا بصراحة، وانا بحب اتفرج عليه ومحتاجينه فايق في كاس العالم.